السلام عليكم. اهلا بيكم في مطبخ مني. هنعمل مع بعض النهارده كيكه صحيه بجد حلوه جدا. هنعمل كيكه السينابون، بس هنعملها بطريقه صحيه فري جلوتين، من غير دقيق ولا شوفان، وكمان من غير زبده ولا اي دهون. مناسبه للدايت العادي، وكمان مناسبه للكيتو دايت، وما بترفعش مستوى السكر في الدم، يعني مناسبه لمرضى السكري ومقاومه الانسولين. طريقه تحضيرها سهله، بمكونات بسيطه جدا ومتوفره في البيت. هنعمل احلى واجمل كيكه سينابون، وكمان سعراتها الحراريه قليله جدا، وبتساعد على نزول الوزن. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي. الطريقه معايا سهله خالص، والمكونات متوفره في البيت. هنبدا دلوقتي بالوصفه على طول. هنحتاج في الوصفه 3 معالق كبار بمعيار معلقه الطعام او المعلقه الكبيره القياسيه من مبشور جوز الهند الخشن. البديل بتاعه بالنسبة للكيتو دايت ممكن تحطوا دقيق اللوز، وبالنسبة للدايت العادي ممكن تحطوا مطحون الشوفان، زي ما انتوا عايزين. بعد ما حطيت 3 معالق كبار من مبشور جوز الهند، هنضيف عليهم دلوقتي 3 معالق كبار من الزبادي. زبادي يوناني بالنسبة للكيتو دايت، واي نوع من الزبادي بالنسبة للدايت العادي. والبديل بتاع الزبادي ممكن بالنسبة لحساسية الألبان نحط حليب نباتي زي حليب جوز الهند، وبالنسبة للدايت العادي ممكن نحط برضو كمية من الحليب. أهم حاجة توصل لقوام كده زي الفيديو. دلوقتي بعد ما حطيت 3 معالق كبار من مبشور جوز الهند عليهم 3 معالق كبار من الزبادي. بعد كده حطيت بيضة واحدة حجمها متوسط أو صغير. وبعد كده حطينا تقريبا نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وكمان تقريبا ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنضيف كمان تقريبا برضو نص معلقة صغيرة من الخل. الخل مع البيكنج باودر بيخلي الكيكة هشة. وللتحلية طبعا بقى زي ما انتوا عايزين، على حسب النظام بتاعكم او على حسب نوع الدايت بتاعكم. بالنسبة للدايت العادي ممكن تحطوا سكر دايت، او تحطوا معلقتين كبار او 3 من العسل الابيض، او ممكن كمان تحطوا دبس تمر. اما بالنسبة للكيتو دايت وكمان لمرضى السكري، فملهمش بديل عن السكر الدايت، فبنحط كيس من سكر ستيفيا او اكتر زي ما انتوا عايزين. بس كيس واحد هيكون كفاية قوي بالنسبة لي، يعني لو عايزين تزودوا زي ما تحبوا. بعد كده هنجيب المضرب اليدوي. انا كده حطيت المكونات اغلبها بتاعت الكيكة، لسه بس هنحط القرفة. هنجيب المضرب اليدوي ونقلب بقى المكونات مع بعض بالشكل ده كده. طبعا لغاية كده ممكن ان انتوا تعملوا كيكة من غير قرفة، او كمان ممكن تزودوا كاكاو لو عايزينها تكون كيكة شوكولاتة. بس انا حبيت ان انا اعمل الكيكة دي زي السينابون بالظبط. فهنضيف عليها بقى دلوقتي بمعيار المعلقة الصغيرة اللي هي معلقة الشاي، معلقة صغيرة مليانة من القرفة المطحونة. وهنحطها بقى دلوقتي على المكونات كده، ونرجع تاني نقلبهم مع بعض. في الاخر كده هنعمل كمان صوص كده، صوص للسينابون كده بالزبادي، بيبقى حلو قوي. الوصفة كلها على بعضها بجد جميلة جدا، والمفاجأة ان سعراتها الحرارية قليلة جدا. الكيكة كاملة سعراتها 208 سعر حراري بس. شايفين ما شاء الله بجد حلوة قوي. دلوقتي خلاص بعد ما عملت بقى الخليط بتاع الكيكة، هنجيب بقى دلوقتي قالب صغير كده. الكيكة دي كيكة فردية، فجبت بقى دلوقتي قالب صغير كده وعملت فيه مسحة بسيطة كده من اي مادة دهنية. انا استعملت زيت جوز الهند، مسحة بسيطة قوي مش كتير يعني، علشان الكيكة تنزل معانا بسهولة. وبعد ما حطيت الخليط خلاص كده بيكون جاهز بقى دلوقتي ان احنا نسويه. في عندنا اكتر من طريقة للتسوية. اكتر طريقة متاحة للكل هو الفرن. هندخلها على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن، من 15 ل 20 دقيقة، او لغاية لما تستوي معانا. وللناس اللي عايزة تسويها في الاير فراير، برضو من 15 ل 20 دقيقة على درجة حرارة 160. ولو عايزين تسووها في الميكروويف لمدة دقيقتين بس، مش اكتر من كده، وبتطلع معانا جميلة جدا زي ما هنشوف دلوقتي. وده شكلها معانا بعد ما خرجت من الفرن. قعدت 15 دقيقة على درجة حرارة 180، ويكون الفرن سخن قبلها. وعشان نتأكد ان هي استوت، هنجيب بقى دلوقتي العود الخشب كده وندخله في نص الكيكة كده من النص. لما بيطلع معانا ناشف يبقى هي كده مستوية كويس قوي. هجيب بقى دلوقتي سباتولا كده او سكينة، ونبدأ نتأكد ان الكيكة سايبة معانا خالص الصينية او القالب ده. طبعا مش لازم ان انتوا تطلعوها من القالب ولا من الصينية، وممكن ان انتوا تحطوا عليها الصوص اللي هنعمله دلوقتي على طول وتاكلوها مفيش مشكلة. لكن طبعا انا بحب ان انا اقدم كل حاجة بشكل حلو. فهبدأ بقى دلوقتي اتأكد كده ان الكيكة سايبة معانا الصينية خالص بالشكل ده كده.
وبعد كده هقلبها على الطبق علشان ابدأ ان انا ازينها. وبكرر تاني، الخطوة دي مش لازم تعملوها ابدا، ممكن تحطوا الصوص اللي هنعمله دلوقتي على طول وتاكلوها. لو لقيتوا ان الكيكة لازقة معاكوا شوية كده، ممكن بطرف سكينة او بسباتولا وتبدأوا ان انتوا تخلوها بالشكل ده كده، هتنزل معاكوا بمنتهى السهولة. وده شكل الكيكة بقى بعد ما قلبتها. اقلبها بقى دلوقتي على الناحية التانية كده، وبتكون معانا بالشكل الجميل ده. يلا بينا بقى دلوقتي نعمل صوص السينابون، وبرضه هنعمله بطريقة بسيطة واقتصادية. انا هعمل صوص السينابون ده من الزبادي، برضه لو عايزين تعملوا من الجبنة زي ما انتوا عايزين، لكن انا هعمله من الزبادي. هنحتاج برضو معلقتين كبار من الزبادي، ونحط عليهم شوية بسيط كده من السكر الدايت، ورشة بسيطة قوي من القرفة. خدوا بالكم احنا حاطين معلقة صغيرة من القرفة في الكيكة، وهنحط برضو رشة بسيطة كده من القرفة مع الزبادي، اللي هو هيكون الصوص اللي هنحطه دلوقتي على وش الكيكة. لو عايزين تحطوا جبنة كريمي او اي حاجة كده مع الصوص زي ما تحبوا، بس انا بصراحة ما حبيتش احط جبنة خالص عشان تكون الوصفة اقتصادية، وكمان سعراتها الحرارية قليلة، وفي نفس الوقت الطعم بيكون جميل جدا، ما تقلقوش. هبدأ بقى دلوقتي احط على الوش كده الزبادي اللي احنا عملناها دلوقتي او صوص الزبادي على وش الكيكة كده. طبعا ممكن نكتفي لغاية المرحلة دي وتبقى حلوة جدا ولذيذة، وسعراتها الحرارية قليلة قوي. سعرات الكيكة لغاية المرحلة دي 208 سعر حراري بس، لكن انا بصراحة حابة ان انا اديها لمسة جمالية كده، وكمان هتدي طعم حلو قوي. فانا هحط على الوش كمية بسيطة كده من النوتيلا الصحية. طبعا وصفة النوتيلا الصحية دي انا عملتها من فترة على القناة، وهو الفيديو اللي انا عرضاه في جنب الشاشة من فوق ده. وصفة سهلة ومناسبة لكل انواع الدايت بمكونات بسيطة واقتصادية. هحط لكم رابط الفيديو ده في صندوق الوصف. وصفة جميلة جدا نزين بيها الحلويات، بتغير الشكل خالص، وكمان بتدي طعم حلو جدا. هبدأ بقى دلوقتي ازين كده الكيكة بتاعتنا كده بكمية بسيطة من النوتيلا الصحية. والخطوة دي اختياري، حتى انا مش هقول لكم السعرات الحرارية بتاعتها، علشان لو حابين ان انتوا تكتفوا بس لغاية الكيكة لمرحلة الصوص بتاع الزبادي زي ما انتوا عايزين، او كمان ممكن تحطوا على الوش شوية من المكسرات زي ما تحبوا برضو. خلاص كده بتكون جاهزة معانا الكيكة. شايفين الجمال؟ بجد شكلها حلو قوي وطعمها حلو قوي قوي. الوصفة سهلة ومكوناتها بسيطة واقتصادية ومتوفرة في كل بيت. هنشوف بقى دلوقتي القوام بتاعها كده. شايفين ما شاء الله بجد حلوة. انا سعيدة جدا بالوصفة دي لان شكلها كده بجد حلو جدا. لما تجربوها لازم ترجعوا تكتبولي في التعليقات رأيكم فيها ايه. بيكون القوام بتاعها جميل جدا ومتماسكة وبتدوب في البق. والسعرات الحرارية للكيكة كلها كده من غير النوتيلا الصحية، يعني لغاية مرحلة الصوص بتاع الزبادي، سعراتها 208 سعر حراري بس. الوصفة سهلة مناسبة للدايت العادي وللكيتو دايت والمرضى السكري. ما تنسوش اللايك والشير وبألف هنا وعافية.